انا بقعد قدام الموبايل كتير يا دكتور ومحتاج نضاره حفظ نظر. احب اقول لحضرتك ان مفيش حاجه اسمها نضاره حفظ نظر. عشان نفهم الموضوع ده، عينينا عباره عن كوره، والكوره دي ليها طول معين وليها انتظام معين. لو الكرة دي طولها زاد عن الطبيعي يحصل قصر نظر، ولو قل عن الطبيعي يحصل طول نظر. والكرة دي لو هي منتظمة بنسبة 100% ما يبقاش فيها استجماتيزم، ولو في عدم انتظام يبتدي يحصل استجماتيزم بمختلف الدرجات بتاعته. لو طول العين بتاعنا طبيعي ومفيش فيه اي استجماتيزم موجود او اي عدم انتظام موجود في عينينا، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نلبس اي نظارة، لان اي نظارة او اي مقاس زيادة على العين بتاعتنا ده هيسبب فيها اجهاد وممكن يخلينا دايما مش مرتاحين. طب ازاي يا دكتور اتغلب على اجهاد العين لما بكون ببص على الموبايل او اللابتوب؟ مهم جدا ان احنا نريح عينينا كل شويه من النظر للحاجات القريبه بمعدل بسيط. ممكن كل تلت ساعه اريح عينيا لمده دقيقه، ممكن كل ساعه اريح عينيا لمده 5 دقائق، والراحه ان انا ابص على حاجه من بعيد او اغمض عيني خالص. انا دكتور عمرو راضي، مدرس واستشاري طب وجراحه العيون، ودي معلومه لعينيك.